وانت قاعد في امان الله في بيتك تلاقي البوليس داخل عليك بيتهمك بالنصب وسرقة حسابات بنكية، او مثلا طالب في مدرسة وفجأة تلاقي السلاح مرفوع عليك وبيقولك سلم نفسك المكان كله محاصر، وده كله بسبب انك كنت ماسك كيس شيبسي شكله والوانه كانت قريبة من شكل الشنط اللي بيشيلوا فيها الاسلحة. الحوادث دي كلها واكتر منها حصل بجد، والرابط المشترك بينهم كلهم هو الذكاء الصناعي، والسبب اننا مبقيناش بنراجع بشكل كافي ورا ادوات الذكاء الصناعي. وده اللي بيخليني انا وانت نبدأ نسأل سؤال مهم: هو ليه الذكاء الصناعي بيغلط أساسا؟ وليه احنا بقينا كسلانين لدرجة ان احنا مش بنراجع وراه؟ والأهم من ده كله هو ازاي تفضل ليك لازمة في عصر الذكاء الصناعي؟ تعالوا الأول نمسك الحوادث دي ونحللها شوية. ليه مثلا ال AI شاف كيس شيبسي على انه شنطة سلاح؟ وليه اتهم واحدة ملهاش أي ذنب في قضية نصب وسرقة؟ المشكلة كانت في الكام نقطة دول. النقطة الأولى اللي ممكن تخلي أدوات الذكاء الصناعي تغلط إنه يتدرب على بيانات متحيزة. يعني ال AI ده عامل زي عقل الطفل صغير بيتعلم من الصور اللي بنديها له. فمثلا لو السيستم ابتدى يتدرب على صور ليها شكل معين أو نمط، هيبدأ يحصل له تحيز للنوع ده من الصور. مثلا لو الصور دي كانت عبارة عن أسلحة في وضعيات معينة، ساعتها لو شاف أي حاجة في نفس الوضعية هيفتكرها سلاح، وبالذات لو كان ليها نفس الشكل والألوان وخلافه. ولو عايز مثال، شوف حاجة زي اللي بتحصل في الحرب اللي دايرة في المنطقة. إيران قدرت تضحك على الذكاء الصناعي اللي الأمريكان بيستخدموه في الصواريخ بتاعتهم إنها تضرب أهداف مش حقيقية. كانوا بيستخدموا مجسمات لطيارات وفعلا كانت بتخدع الصواريخ. ما علينا، المهم إن نفس الموضوع ده بالظبط حصل برضو مع العيل اللي كان ماسك كيس شيبسي. فإمكانية خطأ الذكاء الصناعي كبيرة قوي، فلازم نخلي بالنا شوية. النقطة التانية اللي ممكن تخليه يغلط هو ان ال AI شاطر جدا انه يحدد النمط اللي بيتغير بيه الشيء، ولذلك هو صعب عليه ان يفهم حاجة زي المنطق. يعني مثلا هل ال AI فكر وللحظة ان طفل في السن ده يمسك شنطة فيها سلاح؟ ليه؟ لا. او مثلا لما اتكلمنا على مثال الحرب، هل فكر للحظة هل الطيارات في المنطقة دي شيء منطقي؟ برضه لا. ولذلك ال AI ما عملش حساب لأي منطق، فلازم نخلي بالنا شوية. تخيل بالإضافة إن هو لسه ما قدرش إن هو يفهم يعني إيه منطق، إحنا بقينا بنثق فيه زيادة عن اللزوم بدون ما نراجع وراه. وده بسبب إن إحنا ابتدينا نحس إن الذكاء الصناعي ده أذكى مننا بمراحل، وده خلى عندنا كسل أكتر من الأول. افتكر أول مرة استخدمنا فيها أدوات الذكاء الصناعي دي، كانت أبسط إجابة أهيف حاجة كنت بتراجعها وراه، لأنك جوه نفسك مقتنع إن الأداة دي ممكن تطلع إجابات خطأ. إيه اللي اتغير؟ وفي نفس الوقت الكسل ده هيزيد وممكن يتحول لغباء، ومن هنا بقى بدأت الكارثة. طيب لو احنا عارفين ان ال AI بيغلط، ليه بقينا كسلانين لدرجة ان احنا نراجع وراه؟ ايه سبب الكسل ده؟ من ضمن الاسباب دي اننا كبشر بنميل للراحة، وبالذات مثلا لما نلاقي ادوات بمجرد ما بنحط لها اللي احنا عايزينه مهما كان معقد بتطلع لك نتيجة. وانت بقى علشان تتأكد من النتيجة دي لازم تراجع المصادر كلها، وده يعتبر مجهود ذهني عليك، وده عكس طبيعة البشر البروتة. مثال كمان ان احنا معظمنا كمبرمجين بنحل مشاكل طول الوقت. تخيل بقى كمان يبقى وراك ديدلاين مثلا ومستعجل وعندك اداة مجرد بس ما تاخد الفكرة وتحطها في الاداة دي هتطلع لك الكود اللي انت عايزه. ما بتشغلش بالك بقى هو جابه منين ولا اتعمل ازاي، هي الفكرة بس هتاخده يشتغل وانتهى الموضوع. احنا بس نسينا ان اول ما ظهرت ادوات الذكاء الصناعي دي كان كتير من الناس بتقدر تضحك عليها، وكان بنشوف اخطاء يعني في قمة الغباء، وكانت الناس بتستهتر بالموضوع ده. ولكن طبعا مع الوقت بقت أفضل زيها زي أي حاجة تانية. لكن على ما توصل لمرحلة الذكاء الكافي إن احنا نصدقها بنسبة 90% أو أكتر محتاجة وقت أطول، ولا أنت رأيك إيه؟ وحتى لو وصلت المرحلة دي، هل ده يسمح لك إن أنت تديها كل حاجة وتسلمها دماغك؟ مش معقول. فاحتفظ بالقرار، إن اللي بيدي القرار أنت. احتفظ ده لنفسك. ربنا وهب لك العقل، فحافظ على النعمة دي. احنا بقينا بنعتمد على الاي اي ده كأنه حاجة بتبدلنا مش أداة تساعدنا. هو يعتبر دلوقتي اللي بيعمل كل حاجة، ولكن تيجي عند نقطة التنفيذ انت اللي بتنفذ. فكأننا قلبنا الآية، انت الجسم وهو الدماغ. طيب خلينا نتخيل سوا كده، ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لو خلينا الاي اي هو اللي يبدأ يفكر ويقرر من غير أي مراجعة بشرية؟ الموضوع مش هيقف عند كود في برنامج غلط ولا إجابة بيديها لك بطريقة مش منطقية بشكل كافي، ولكن
تخيل إن السيستم ده هو اللي بيحدد أنت تاخد كارد من بنك والّا لأ، أو يقرر مين يدخل العمليات الأول، بناءً على شوية بيانات هو اللي بيحددها وهو اللي عارفها بس، والطريقة اللي بيتعامل بيها مع البيانات دي عشان ياخد القرار هو برضه اللي عارفها وإحنا مش عارفين بيتمها إزاي أو بيعمل فيها إيه، الموضوع غامض. وكمان ممكن يحدد مين المجرم بناءً على شبه في قاعدة بيانات ما اتحدثتش من قرون، يبقى إحنا كده بنتعامل مع إيه؟ صندوق أسود، black box، حاجة أو منظومة إحنا مش فاهمينها، مش عارفين بتشتغل إزاي، ومش بنتحكم فيها بشكل كافي، إحنا بس بندّيها البيانات وبندرّبها، وحتى لو افترضنا إن في سيطرة على الأدوات دي عن طريق الشركات اللي بتدرّب الموديلات دي، هل عايز تفهّمني إن هم هيقدروا يراقبوا كمية البيانات دي قبل ما يدرّبوا الذكاء الصناعي عليها؟ ما أظنش. لمّا بتحصل أي مشاكل من أداة من أدوات الذكاء الصناعي بسبب إن هي بتطلّع محتوى مخالف أو مثلًا عايزينها ما تجاوبش على أسئلة معيّنة، هل فاكر إن هُم مقعّدين واحد يراجع ورا الآلة دي؟ لأ، هُم بيستخدموا أداة ذكاء صناعي تاني تفلتر الإجابات وتفلتر الأسئلة اللي داخلة للذكاء الصناعي والإجابات اللي خارجة منها، فاللي بيفلتر أداة الذكاء الصناعي هي أداة ذكاء صناعي تانية برضه، لا تعليق. بس إحنا سعداء جدًا إن هي بقت أذكى وأسرع، كإننا بنبني الأداة اللي هتخلّص علينا قريب بإيدينا وإحنا فرحانين. فيا ريت لو أنت بتعتمد زيي وزي معظم الناس على أي أداة من أدوات الذكاء الصناعي، ابدأ اسأل كام حاجة للأداة أول ما تطلّع لك الإجابة، أولهم إيه المصادر؟ ومعلش قضّي شوية وقت بسيط اقرا المصادر دي، يا سيدي شغّل دماغك شوية. طيب هل معنى كلامي ده إن إحنا نلغي الذكاء الصناعي ونلغي الأدوات دي وما نستخدمهاش ونرجع للعصر الحجري مثلًا؟ لأ، الذكاء الصناعي زي الفل والأدوات دي مهمة جدًا، ولكن استخدمها كأداة مساعدة فقط، ما تلغيش دورك، وابدأ طوّر في نفسك مهارات تانية، زي مثلًا الcritical thinking. ولمّا تستخدم أي أداة من أدوات الذكاء الصناعي وتخرّج لك أي إجابة، ابدأ اسأل نفسك ال3 أسئلة دول، مصدر الإجابة دي منين؟ الذكاء الصناعي حلو أوي كان ساعات بيخرّج لك إجابات شكلها منسّق وجميل جدًا وتقنعك 100% إن الإجابة دي صحيحة، لكن لو جريت شوية ورا المصادر ما أقولكش. السؤال التاني اسأل نفسك هل ده منطقي؟ اقرا الإجابة اللي بيخرّجها لك مرّة و2، اربط الكلام ببعضه. تالت حاجة اسأل نفسك إيه اللي الAI ما يعرفوش؟ هو ما يعرفش ظروفك وقت الإجابة دي، ولا طبيعة السوق اللي أنت فيه، ولا المشاعر البشرية، وبالتالي هنا بقى الحتّة اللي أنت ممكن تاخد الإجابة دي وتدمجها مع الكام حاجة الناقصة اللي الAI ما بيعرفش يفهمها دي، وتطلّع بقى إيه، حاجة فعلًا، فعلًا ما ينفعش أداة تعملها زي البني آدم. وطبعًا الذكاء الصناعي عمره ما هيستبدل مبرمج شاطر، ولا حتى الناس اللي هم المبدعين اللي بجد، كُتّاب أو فنانين، هو بس هيستبدل الشخص اللي بيكتفي إن هو ينسخ الإجابة من هنا يحطها هنا، ولا بيفكّر ولا حتى بيقراها. فعلًا بقى النوع ده ما لوش أي لازمة، وهو اللي بيقضي على نفسه بنفسه. خلّيك دايمًا أنت العقل اللي بتفكّر، استخدم بس الAI عشان يسرّع لك شغلك، يختصر لك وقتك، بس في الآخر القرار لازم يكون بتاعك أنت. في النهاية التكنولوجيا دي اتعملت علشان تخدمنا، مش عشان نريّح ونبطّل نفكّر. الحوادث اللي حكيناها في الأول مجرّد جرس إنذار كده لينا كلّنا كبشر، إن إحنا لازم نرجع نراجع ونفكّر ورا الأدوات دي. ما تخلّيش كتر استخدامك للذكاء الصناعي يلغي أهم ميزة ربنا ادّاها لنا وميّزنا بيها، وهي عقلنا. ولحد هنا خلّصنا حكاية النهارده، ولكن حكايتنا لسه ما خلصتش، واشوفك في الحكاية اللي جاية، والسلام عليكم.